السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في وصفه جديده من قناه مايا ديزاين. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. درت لكم اليوم وسكوتشو الاعراس ولا المناسبات اللي مداير درجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. انا درته لكم ببيضه واحده. الوصفه هذه متكلف ما والو ب 15000 تقريبا ولا 20000 هكيك. قبل ما نبداو الوصفه هذه البنات، ما تنسونيش باش جنبه يطلع لي لا فيديو وتشتركوا معي في القناه باش زيد يطلع بكم ان شاء الله البنات، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. تبارطاجيو الفيديو هذا لحبابكم واصدقائكم يتعاهم الفائده. دوك نبداو بالوصفه. بسم الله. اول حاجه البنات ندهنوا المول تاعنا هذا. شكون ما عندوش المول هذا، العائله الجزائريه كامل بالك عندهم المول هذا. عندي ملعقه صغيره زبده، دوك ندهنوها. ندهنوه ندهنوه كامل. تحبوا فرشاش ولا بالايديه ما تحبوا. انا بعد ما مشيت الزبده كامل في المول، نجيبوا ملعقه كبيره فرينه نمشيوها كلا على المول كامله. انا بعد ما مشيت الفرينه زدها كامل ونفضتها من المول باه ما نديرناش طبقه سميكه في المسكوتشو هكالا. دوك نحطو جانبا. دوك نمرو باه نديرو الخليط تاع المسكوتشو. هنا دوك نمرو البنات باه نخدمو المسكوتشو تاعنا. عندي بيضه كامله، انا راح نخدمو غير بيضه برك البنات، اقتصادي وكلها. عندي كاس غير ربع سكر حبيبات، اللي ما يحبش الحلاوه بزاف ينقصها، يدير فوق نص كاس. قرصه ملح باه نعدلو المذاق. دوكا نخلط مليح. انا راح نخدم بالخلاط اليدويه، وانتم الا كان عندكم باطير ديروا بالباطير. انا ما راحش ندير الوصفه هذه بالباطير. خلطوا مليح. عندي هنا كاس غير ربع حليب دافي. دوك تسالوا ليه ما حطيتش الحليب دافي، باه يذوب لنا السكر. على هذيك حطيت الحليب دافي. بعد عداك نحطوا الزيت. هنا نخلطوا مليح حتى نتاكدوا بلي السكر داب لنا. عندك عندي هنا نص كاس زيت 100 ملل. دوك نحطوه، ما نحطوش دفعه واحده، نحطوه بشويه ونخلطوه. نحطو ملعقه صغيره لافاني. بما انه راح نديرو المسكوتشو تاعنا بذوق لافاني، عندي هنا فلون فاني، محتاجو ملعقه كبيره فلون فاني. تعطيها واحد الخفه روعه. خلطو مليح. عندي هنا ملعقه صغيره لزاز تاع الليمون، هاهو بشور الليمون. هذه راح نزيدها كاضافه. نعرفوا باللي الليمون يتمشى بزاف مع لافاني البنات، اللي يحب يزيدها يزيدها، اللي ما يحبش يديرها ما يديرهاش. هذه ترجع لكم. خلطوا مليح. دوك انا نجيبو المكونات جافه. نبداو نحطو كاس فرينه. كاس يرفد 150 غرام. عندي كيس ونصف خميره الحلوى، يعني 15 غرام. وفي الكيس 2 ملاعق صغيره، بالغرام 15 غرام. نخلطوا مليح الكاس الاول. نزيدو نص كاس ونشوفوا. انا درت كاس معمر وكاس غير ربعه.
هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. وفي الاخير نزيد 2 ملاعق كبار نشا، لازم يكونوا ما معمرينش مليحه. هذه اللي تخلي لنا المسكوتشو تاعنا هشيشه. نخلطوا مليح، نحاولوا ندخلوا المكونات في بعضها البعض. ها القوام اللي تحصلنا عليه تاع المسكوتشو، يجي روعه المسكوتشو هذا البنات. نتمنى منكم تجربوه برك. ها هو انا احتاجوه هكا سائله باه يجينا خفيف ورطب، يجي تقول مشرب. دوك نحاولوا نفرغوا المسكوتشو تاعنا. دوك نجيو نديروها قد نديروها هكذا ونخبطوها باه الهواء يخرج منها كما قاعدين تشوفوا. نحط هذوك الطيب على 180 درجه البنات. كي طيب نجيو نزينوها مع بعض حتى تبرد خلاها، عادك نزينوها. نخليوها حتى يدفى شويه، يبرد شويه قصدي. ها هو نجيبو موس نحيو على الاطراف ونجيبو صحن ونقلبوها. هاي المسكوتشو تاعي جات بيضه واحده وجات طالعه. شوفوا الخفه، شوفوا كيفاش جات خفيفه خلا وطالعه البنات. شوفوا كيفاه جات روعه تقول مشربه البنات. دوكا نخليها تبرد خلا، عادك نجيو نزينوها. دوكا هنا البنات نجيو نزينوها. عندي هنا شوكولا للطلي، حطيتها في ابوش هكا جوطه. دوك نجيو نزينوها. بسم الله. هنا عندي شويه كاوكاو محمص ومرحي هنا. هنا عندي عواد الكوفريت راهم يتباعوا ندخلهم بالشوكولا. هنا عندي الحلوى هذه حلقومه. نتوما زينوا بواش عندكم. هاي المسكوتشو تاعي البنات بعد ما وجدتها وزينتها. شوفوا كيفاه جات خفيفه. دوك نقسمها لكم باه تشوفوا القوام تاعها. وبيضه واحده وجات اقتصاديه وروعه. وشوفوا كيفاه طالعه لاصحاب المشاريع والاعراس والمناسبات. وتبقى هشيشه حتى الغدوه من داك البنات. دوك نجي نقسمها معكم. تبعوا بك البنات الخطوات، بربي ان شاء الله راح تنجحوا فيها. شوفوا كيفاه تجي تقول مشربه. ها هي وخفيفه خفيفه خفيفه روعه البنات. كاين اللي يدهنوا الطبقه هذه اللي من فوق المسكوتشو بالكونفيتير باه تطلع، بصح اللي يحب يخليها هكا هشيشه. شوفوا تقرمش الشغل. شوفوا كيفاه تجي روعه الطبقه هذه. انا خليتها، انا نشتيها هكيك وتجي من الداخل خفيفه. شوفوا كيفاه جات روعه. جات ما عندي ما نقول البنات. نتمنى منكم برك تجربوها. وصلنا البنات الى نهايه الفيديو. ان شاء الله عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها وتهضروا لي في لي كومونتير. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم في وصفه اخرى. سلام.